وعايز اقول كلمه بس اخيره يا جماعه للاعيبه مصر، لعيبه زمالك اهلي. اتمنى ان السوشيال ميديا ما تخليش البعض ينساق لارضاء السوشيال ميديا. انا عندي امثله كده، عندنا 2 لعيبه في الزمالك ما بتسمع لهمش صوت، محبوبين من كل الجماهير، عمرك ما تتخيلهم يخشوا في غناء يعني متدني او تطاول على نادي منافس او تطاول على خصم. محمد عبد الشافي اللي طوال تاريخه يشهد بده وبحب كل الجماهير ليه. نمرة 2 واحد زي محمود حمدي الونش، لعيب هتلاقيه طول الوقت محترم، طول الوقت مركز في شغله، حتى ما بيصاب يعني بيؤمن بقضاء الله وقدره وبيشتغل على نفسه وبيحاول يرجع من الاصابه بسرعه جدا جدا جدا. يمكن انا كنت قلت امبارح الفيديو اللي عمله بعض لعيبه الاهلي المنضمين للمنتخب ومنهم محمد عبد المنعم، وده اللي انا هتكلم فيه. محمد عبد المنعم من اللعيبه اللي انا شفت لها فيديو هو بيتكلم عن والده اللي تعرض لحادثه في عينيه وارتباطه بوالده ودور والده ووالدته في مشواره الكروي بعد ما كان مفيش ايمان بيه قوي في النادي الاهلي، فتم اعارته اكتر من سنه لسموحه وبعد كده لفيوتشر الى ان اكتشفوا كارلوس كيروش فتألق في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وده أدى إلى قطع إعارته. طبعا انتوا عارفين العلاقات الطيبه اللي ما بين فيوتشر وما بين النادي الاهلي، يكفي ان نائب رئيس نادي فيوتشر وكابتن احمد شوبير اللي ابنه الكابتن مصطفى شوبير، وبالتالي العلاقات طيبه جدا وادى الى عوده محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اتمنى انه يركز في الكوره اكتر، ملوش دعوه بالغنى وكهرباء عقده صح ولا مش صح ومنعم وحاجات دي. هو لعيب واعد جدا، لعيب متميز جدا، وانا هيكون من افضل المدافعين في القاره مع منتخب مصر. انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه لعب النهارده لمنتخب مصر ودايما هيكون موجود في منتخب مصر. فخلي جمهور مصر يحبك وابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن خناقات السوشيال ميديا، ركز في شغلك وعملك وما تخليش جمهور الزمالك يكرهك، لان جمهور الزمالك بيحب اللعيبه كلها وبيحب اللعيبه المخلصه حتى لو بتلعب في انديه منافسه. وده نصيحتي لاي لعيب في الزمالك، في الاهلي، في فيوتشر، في بيراميدز، في الاسماعيلي، في الاتحاد، في المصري، في اسوان، في المحله، في اي نادي، خصوصا الانديه الشعبيه، يعني خصوصا كمان اللعيبه اللي بتلعب لمنتخب البلد. احنا داخلين بعد ايام او شهور قليله في كاس الامم الافريقيه في ساحل عاج، وبعديها تصفيات كاس العالم. اللعيب اللي بيلعب للمنتخب ده خليه يكون مخلص لناديه والمنتخب بلده، بعيدا عن المهاترات اللي بدات تنتشر على السوشيال ميديا الفتره الاخيره.